بتبص كويس في الرقم اللي قدامك في محطة البنزين، حاسس انه عالي شوية؟ طيب مزعج؟ ايوه فعلا، اللي انت شايفه ده مش المشكلة، ده مجرد اول علامة في حاجة اكبر بكتير بدأت بالفعل تحصل. سلسلة من الاحداث الاقتصادية اللي اتحركت في العالم كله وجاية عليك وعلى فلوسك، ومش بس كده، دي جاية على حياتك اليومية كمان، بس على مراحل. المشكلة ان كل مرحلة منهم هتوصل لك بشكل مختلف، ولما توصل مش هتبقى فاهم ايه السبب اصلا. هتلاقي فاتورة الاكل بتاعك بتعلى فجأة، ورحلة السفر بقت اغلى من غير سبب واضح، والفلوس بتخلص اسرع من الاول من غير ما تعمل حاجة مختلفة. وهنا بقى الغلطة اللي اغلب الناس بتقع فيها، انهم بيفكروا ان ده مجرد غلاء عادي، لكن الحقيقة ان الغلاء ده موجة واحدة من 5 موجات جاية ورا بعض، وكل واحدة فيهم اقوى من اللي قبلها. أنا شريف ومن قناة شريف يستثمر هنا، والنهاردة هشرح لك بالظبط إيه اللي بيحصل وإيه اللي جاي، والمهم تعمل إيه من دلوقتي قبل ما الموجات دي توصل لك، مش بعد ما تضربك. خليك مركز معايا للنهاية، لأن الفيديو ده ممكن يفرق معاك ماليا أكتر مما تتخيل. الموجة الأولى وهي البنزين، وده الخطر اللي ظاهر قدامك. ليه بنبدأ بالبنزين؟ لأن هو الحاجة الوحيدة اللي الكل شايفها دلوقتي. انت أكيد لاحظت إن السعر بيزيد، ويمكن حسبتها كده بسرعة وقلت ماشي، زيادة بسيطة أقدر أستحملها، أو زيادة زي ما زاد قبل كده. بس الحقيقة أنت بتبص على الصورة الصغيرة جدا ومش شايف اللي وراها. ارتفاع البنزين مش مجرد رقم بتدفعه في المحطة، ده أول تأثير مباشر لسلسلة كبيرة جدا لسه جاية. خلينا أبسطها لك. كل حاجة في حياتك تقريبا بتتحرك ببنزين أو ديزل. العربية اللي بتركبها، والشاحنات الكبيرة اللي بتنقل الأكل، والعربيات اللي بتوصل الطلبات، حتى المعدات الزراعية اللي بتزرع الأكل أصلا بتتحرك بالبنزين أو الديزل. يعني لما سعر الوقود يعلى، كل حاجة حواليك بتبدأ تعلى، بس مش مرة واحدة. وهنا بقى الفرق المهم. البنزين اللي انت شايفه ده اسمه الموجة الأولى، الموجة الوحيدة اللي واضحة وصريحة، لكن تأثيرها الحقيقي بيحصل في الخلفية. هتحس بيه ازاي؟ مش بشكل مباشر، لكن بالشكل ده. هتفتح حسابك في البنك في نص الأسبوع وتحس ان الفلوس خلصت أسرع من الطبيعي. تحاول تفتكر صرفت في ايه، مش هتلاقي سبب واضح. تحس ان في حاجة غلط بس مش عارف تحددها. الإحساس ده مش وهم، ده فعلا الفلوس بتتحرك أسرع بسبب زيادة بسيطة في الوقود بتتوزع على كل حاجة حواليك. خلينا اديك مثال بسيط. واحد ممكن يقول طب ما هي 40 أو 50 جنيه الزيادة دي مش مشكلة، تمام، بس لو ده لوحده. لكن المشكلة ان دي مش لوحدها، دي أول قطعة هتقع والباقي كله هيقع وراها. وفي ناس بدأت تاخد بالها وبدأت تتصرف، وفي ناس لسه شايفة الموضوع عادي. والفرق بينهم مش هيظهر دلوقتي، هيظهر لسه بعد شوية لما الموجات التانية تبدأ تضرب. علشان كده لو انت شايف ان الموضوع مجرد بنزين غلى شوية، فانت لسه ما شفتش حاجة. اللي جاي بعد كده هيخليك تفهم ان البنزين كان اهون حاجة في القصة كلها. والموجة التانية معانا وهي الأكل، ده بقى الغلاء اللي جاي في الطريق. بعد ما شفنا الموجة الأولى، في موجة تانية بدأت بالفعل، بس لسه ما وصلتش ليك بشكل واضح، وهي موجة الأكل. والمشكلة هنا إنك مش هتشوفها فورا، لكن لما توصل هتحس بيها مرة واحدة. خلينا أوضح لك الصورة. الأكل اللي بتشتريه كل يوم مش بيظهر فجأة على الرف في السوبر ماركت، في رحلة كاملة قبل ما يوصل لك، شحن ونقل وتبريد وبعدين توزيع، وكل ده شغال بالديزل. يعني لما سعر الديزل يعلى، تكلفة نقل الأكل بتعلى فورا، بس مش بتظهر عليك في نفس اللحظة. ليه؟ لأن الشركات بتحاول تستحمل شوية، بتحاول إنها تمتص الزيادة أو تأجلها أو تحاول تعديها، لكن في نقطة معينة ما بيبقاش في مجال للاستحمال، وساعتها السعر بيقفز مرة واحدة. وده غالبا بيحصل بعد 30 ل 60 يوم من أول ما سعر الوقود يعلى. يعني ببساطة الزيادة اللي حصلت دلوقتي في البنزين هتشوفها في الأكل بعد شهر أو شهرين. وهنا بقى المفاجأة اللي ناس كتير بتقع فيها. هتروح السوبر ماركت يوم عادي تشتري نفس الحاجة اللي بتشتريها كل أسبوع، وتقف عند الكاشير تلاقي الحساب أغلى بشكل غريب. أول رد فعل أنا اشتريت أكتر من العادي، لكن الحقيقة لأ، أنت ما غيرتش حاجة، الأسعار هي اللي اتحركت، بس بهدوء ومن غير ما تاخد بالك. ودي أخطر حاجة في الموضوع، إن الغلا ده مش بيجي بشكل صدمة واحدة، بيجي تدريجي لحد ما تلاقي نفسك بتدفع أكتر من غير ما تحس إنك غيرت حتى أسلوب حياتك. وده بالظبط اللي بيخلي ناس كتير تتلخبط وتحس إنها مش عارفة تتحكم في فلوسها.
في حين ان الحقيقة ابسط من كده. في موجة جاية عليك وانت واقف مستنيها من غير ما تكون واخد بالك. والسؤال هنا، هل هتستنى لما الاسعار تعلى فعلا، ولا تبدأ تتصرف من دلوقتي قبل ما توصل؟ علشان اللي جاي بعد كده مش بس اغلى، ده اخطر، لانه بيحصل من غير ما حد ياخد باله اصلا. والموجة التالتة معانا وهي الزراعة، ودي ازمة هتضربك بس بعد شهور قدام. دلوقتي بقى احنا داخلين على اخطر موجة في الخمسة كلهم، مش لانها الاكبر دلوقتي، لكن لانها مختفية. يعني ايه؟ يعني هي بتحصل حاليا بس انت مش شايفها خالص، ومش هتحس بيها غير بعد شهور، وساعتها هتبقى اتأخرت. خليني اقول لك حاجة ناس كتير ما تعرفهاش. الزراعة اللي بيطلع منها كل الأكل اللي انت بتاكله معتمدة بشكل أساسي على حاجة اسمها الأسمدة، والأسمدة دي بتتصنع أساسا من الغاز الطبيعي. يعني لما يحصل أزمة في الطاقة سعر الأسمدة بيولع مباشرة، وده اللي حصل بالفعل. أسعار الأسمدة بدأت تزيد بشكل كبير، وفي أماكن كتير بقى في مشكلة في التوريد أصلا. طيب ده يفرق معاك في إيه؟ هقولك الفرق الحقيقي. المزارع دلوقتي وهو بيزرع بيقرر يزرع قد إيه وبأي تكلفة. لو التكلفة عليك جامد، يا إما هيقلل الإنتاج يا إما يرفع السعر بعد الحصاد، وفي الحالتين النتيجة واحدة، أكل أقل وأسعار أعلى. بس هنا بقى أخطر نقطة، التأثير ده مش بيظهر دلوقتي. القرارات اللي بتتخذ في الزراعة النهاردة هتظهر في السوق من 3 ل6 شهور قدام. يعني ببساطة اللي بيحصل دلوقتي في الأسمدة هتشوفه في أسعار الأكل قدام شوية. وهنا بتحصل الصدمة، في شهر 10 أو شهر 11 تدخل تشتري خضار أو فاكهة وتحس إن الأسعار اتجننت فجأة، وتقول إيه اللي حصل؟ والحقيقة إن اللي حصل من شهور بس أنت ما كنتش شايفه. وده اللي بيخلي الموجة دي خطيرة جدا، لأن مفيش حد هيطلع يقولك خلي بالك الأكل هيغلى بسبب اللي حصل من كام شهر. لا، الموضوع بيحصل في صمت، وكل الناس بتفترض ان ده غلاء عادي وخلاص، لكن الحقيقة ده بيكون تأثير متأخر لأزمة بدأت من بدري جدا. فالفرق هنا بين الشخص الواعي والشخص اللي مش واخد باله هو ان الشخص الواعي بيكون متوقع اللي هيحصل ومستعد نفسيا وماليا، انما التاني بيتصدم ويحس انه مش فاهم حاجة. وانا عايزك تبقى من النوع الاول، لان اللي جاي هيبدأ يدخل في مستوى تاني خالص، مش بس اكل، ده أسلوب حياتك كله هيتأثر. والموجة الرابعة وهي السفر، زي الصيف مثلا والأجازات هتبقى أغلى من المتوقع. لو كنت مخطط إنك تسافر في الصيف فخليني أقولك الحقيقة من دلوقتي، السفر السنة دي مش زي أي سنة فاتت. والموضوع مش هيكون مجرد إن الأسعار زادت شوية، لأ، الزيادة دي جاية من نفس السبب اللي بدأنا بيه وهو الوقود. بس المرة دي مش بنزين عربيتك بس، ده كمان وقود الطيارة. وقود الطيارة ده لما بيعلى شركات الطيران بيحصل قدامها اختيارين، يا إما تتحمل هي الخسارة يا إما تزود السعر على الناس. وطبعا احنا عارفين بيختاروا ايه من دلوقتي. فاللي بيحصل دلوقتي ان أسعار التذاكر بدأت تطلع وبشكل أسرع من اللي الناس كانت متوقعاه، وفي توقعات ان الأسعار ممكن تزيد من 15 لحد 30% في موسم الصيف اللي جاي، خصوصا في شهور زي يونيو ويوليو. بس هنا بقى النقطة اللي ناس كتير مش فاهماها، أسعار الطيران مش زي الأكل ممكن يغلى وينزل بسرعة حسب السوق، لكن الطيران لأ. شركات الطيران بتحسب التكاليف بتاعتها بدري وتبني عليها الأسعار لشهور قدام. يعني حتى لو سعر الوقود نزل بكرة مش هتشوف فرق في سعر التذكرة، وده معناه حاجة مهمة جدا، السعر اللي انت شايفه النهاردة غالبا أرخص من اللي هتشوفه كمان أسبوع أو شهر. خلينا اديلك السيناريو اللي بيحصل مع ناس كتير. واحد بيقول هشوف موضوع السفر بعدين، يأجل وبعدين يأجل وبعدين يأجل، وبعدين لما يجي يحجز يتفاجئ ان السعر بقى ضعف اللي كان شايفه قبل كده، وساعتها يا اما يدفع وهو متضايق يا اما هيلغي الفكرة كلها. وفي ناس تانية خدت القرار بدري، حجزت وهي شايفة الصورة فوفرت على نفسها فرق كبير. وده بيرجعنا لنفس الفكرة اللي ماشيين بيها من اول الفيديو، المشكلة مش في الحدث نفسه، المشكلة في توقيت قراراتك. هل هتتحرك بدري ولا هتستنى لحد ما الحاجة تغلى عليك؟ علشان اللي جاي بعد كده مش رفاهية زي السفر، ده هيأثر على فلوسك بشكل مباشر حتى لو ما أخدتش بالك. والموجة الخامسة معانا النهاردة وهي الفوائد، ودي الضربة الأكبر اللي محدش مركز فيها، ودي بقى أخطر موجة فيهم كلهم. والغريب إن أغلب الناس مش شايفاها أصلا، لأنها مش بتظهر في صورة سعر واضح زي البنزين أو الأكل، هي بتظهر في حاجة أخطر، بتظهر في الأرقام اللي ما بتنزلش. خلينا أوضح لك. في بداية السنة كان في توقعات إن الفوائد هتنزل، يعني هيترتب على كده قروض أرخص وتقسيط أسهل وضغط أقل على الكريدت كارد. ناس كتير كانت مستنية اللحظة دي وبانية خططها كلها عليها، بس اللي حصل عكس كده تماما، الفوائد فضلت عالية وفي احتمالية تفضل كده فترة أطول. طيب ليه؟ علشان في مشكلة كبيرة حصلت، ارتفاع أسعار الطاقة رفع التضخم، وفي نفس الوقت في ضغط عالي على الاقتصاد.
يعني البنك بقى في موقف صعب جدا، لو نزل الفايدة التضخم يزيد، لو سابها عالية الناس تنضغط أكتر. يعني ببساطة كده في الاقتصاد في زنقة واحنا كلنا حاسين بيها، وطول ما في الزنقة دي الفوائد مش هتنزل بسهولة. طيب ده يفرق معاك ازاي؟ بشكل مباشر جدا، لو عندك كريدت كارد فانت بتدفع فوائد ممكن توصل ل 20% او اكتر. كل شهر بتسيب فيه الدين زي ما هو، انت فعليا بتخسر فلوس زيادة. ولو كنت مستني تعمل قرض او تمويل ارخص ممكن تفضل مستني فترة اطول من اللي انت متخيلها. ولو بتفكر تشتري حاجة كبيرة زي شقة او عربية هتلاقي الارقام اعلى من اللي انت كنت متوقعه. بس هنا بقى النقطة الأخطر، الناس بتخسر فلوس كتير مش بسبب السوق لكن بسبب رد فعلها. أول ما يشوفوا الدنيا بتتقلب يخافوا ويوقفوا استثمارهم أو يبيعوا وهم خسرانين، وبعدين لما الدنيا تهدى يرجعوا يشتروا تاني بس بسعر أعلى. وده مش كلام نظري، ده اللي بيحصل فعلا مع أغلب الناس. فاللي بيكسب مش اللي بيعرف يتوقع السوق لكن اللي بيعرف يتحكم في تصرفاته. علشان كده ركز معايا في أهم 3 حاجات تعملهم. أولا، لو عليك ديون بفوائد عالية اعتبرها حالة طوارئ وخلصها بأسرع وقت ممكن. ثانيا، ما توقفش استثمارك حتى لو السوق حاسس ان هو متقلب. ثالثا، خلي معاك سيولة تكفيك علشان ما تضطرش تاخد قرارات غلط تحت ضغط. وفي الاخر الموجة دي هي اللي بتفرق بجد بين ناس بتعدي الازمة وهي ثابتة وواقفة على ارض صلبة، وناس بتغرق بهدوء من غير ما تحس. علشان كده لو فاهم اللي بيحصل هنا انت كده سبقت ناس كتير جدا بخطوة. الفيديو اللي هيظهر قدامك دلوقتي اسمه خطة النجاة المالية، ولازم تشوفه حالا لانه هيقولك بالخطوات تعمل ايه وتحمي فلوسك ازاي لو حصلت ازمات او حتى حروب جاية. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، علشان هنا في شريف يستثمر هنتعلم مع بعض ازاي نفهم الفلوس صح وازاي نكبر دخلنا ونعدي اي ازمة بعقل مش بخوف. واشوفك في الفيديو اللي جاي على خير.